السلام عليكم، يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم عندي في القناه. نتمنى ان نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا. اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو جديد. غادي نحضر معكم هذا العصير المنعش، كيجي رائع بزاف بزاف. غير بزوج المكونات، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه والمراحل. هما هادوك. فهنا بالنسبه عندي هنايا واحد البرتقاله وواحد الليمونه. الليمون عندي صغيره، وبالنسبه للبرتقاله عندك حجم كبير. اذا كان صغير ديروا زوج. كما شفتوا معايا هنا راه كنكون واضعهم في المجمد، ضروري نوضعهم في المجمد الليله قبل هكا باش كيحيد منهم داك المروره وكيجي الليمون والبرتقال ديالنا كيجي زوين بزاف، كيجي منعش. فبالنسبه هنا غادي ناخذ داك الليمونه، غادي نقطعها كما غتشوفوا معايا هنايا. غنخليها بالقشور نتاعها، ما نحيدوا لها لا القشره لا حتى حاجه. كنقطعها تقيطعات هكا صغار. كذلك البرتقال، بالنسبه هنايا البرتقال ولا نافين كنحيدوا ليه غير داك القشره الفوقانيه والتحتانيه، غاديك الطربوش نتاعو، لان ما كيصلحش يعني يتطحن في المولينكس. صافي هنا كنقطعوا بهذا الشكل هذا حتى هو شرائح رقيقه باش يساعد علينا الطحن نتاعو. كما شفتوا معايا هنايا غادي نستمر حتى كنقطعوا بهذا الشكل هذا، وضروري يكون عندنا في المجمد. انا وضعته هنا ليله قبل وصافي، يعني في الصباح بديت هزيته من المجمد وبديت كنقطع فيه بهذا الشكل هذا. كما شفتوا معايا غير شرائح يكونوا صغار شويه باش هكا ما تفرعوش حتى الطحان الكهربائيه نتاعكم هكا مش كتفرعش. صافي غادي نستمر حتى كنقطعوا كامل بهذا الشكل هذا. كما شفتوا معايا هنا من بعد ما قطعت داك البرتقاله وداك الحامضه، صافي غادي نوضعهم هنا في الطحان الكهربائي. كما شفتوا معايا غادي نوضع كل شيء في الطحان. ولا نتوما يمكن لكم تطحنوها غير في الميكسور اليدويه، انا هنايا كنفضل انني نطحنها في الطحانه هكا حسن، كيتطحن لينا كل شيء. هنا غنضيف لهم واحد لتر نتاع الماء. كما شفتوا معايا ضروري غنضيف لهم لتر في الاول ولتر في التالي، يعني هنايا كيعطينا هذا العصير زوج يطرون نتاع العصير. صافي هنايا غادي نطحن كلشي كما تشاهدوا معايا، راه غادي نخليوه بالقشره نتاعو. غادي نطحنوا كلشي واحد شويه بما يتطحن لينا، وصافي كنوقفوا الطحين. هنا من بعد ما طحنا داك العصير نتاعنا غادي نجيب واحد الاناء ونجيبو الصفايه باش كنصفيوه من داك القشور اللي كيكونوا في الحامض والليمون. ضروري ما نصفيوه باش كيجي داك العصير نتاعنا يعني كيجي منعش، كيجي زوين. فانا كناخذ هاد الصفايه هادي، تكون العوينات ديالها يكونوا صغار باش هكا ما يهبطناش داك التخت ولا داك المهم داك البرتقال، قشور البرتقال قشور الحامض ما يهبطوش لينا في العصير. فضروري ما ناخذوا الصفايه يكونوا سنينات نتاعها رقاق. كما غتشوفوا معايا غادي نصفي الاول، وغادي نضيف ليه هنا واحد يطرون تاع الماء. انا غادي نضيفه في داك الخلاط الكهربائي هكا باش كنشلو من داكشي اللي كيبقى فيه، وكنزيدو على هاد القشور هادو اللي كيبقاو ليا من الحامض والبرتقال. يعني هاد القياس هذا، يعني هاد الحامضه والبرتقاله راه غتخرج لكم زوج يطرون تاع العصير. راه فيها الخير تبارك الله والبركه. كما شفتوا معايا هنا راه غادي نزيد لها يطرون تاع الماء غير ديال الصنبور. هنا كما شفتوا معايا صافي انا نزيد هاد يطرو هذا نتاع الماء، وغادي نبدا نحرك بهذا الشكل هذا كما غتشاهدوا معايا هنايا بواحد الملعقه ولا واحد المغرف، حتى كيهبط ليا داك، يعني كيبقى غير فقط داك التخت الفوقاني، يعني داك القشور اللي ما غاديش يبغيو يهبطوا ليا. وصافي كنحبس يعني هنايا كما شفتوا معايا غادي نستمر حتى نصفي داكشي كامل. فقط صافي هنا ما كيبقاو فيه لا فوائد لا حتى حاجه، هذاك الشيء اللي كيبقى كنلوحوه. وهنايا العصير ديالنا غيبقى لنا فقط اننا نزيدو ليه يعني سكر سنيده. نتوما تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نضيف ليها السكر. صافي هنا من بعد ما ساليت يعني صافي صفيت داكشي اللي بقى لي غادي نلوحو. وهذا العصير نتاعنا شوفوا غير اللون ديالو راه كيجي منعش، كيجي رائع بزاف بزاف. كما غتشوفوا معايا هنايا صافي هنا من بعد ما صفيتو هذا هو العصير نتاعنا. غادي نضيف ليه هنايا غير السكر سنيده كما تشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه هنايا راه كنت كنرجعو هكا للخلاط باش غادي نرجع النص تاعو الخلاط الكهربائي نزيد ليه سكر سنيده القياس. وهنا غادي نخليه النصف لان كتير بزاف تبارك الله راه زوج يطرو. وانا هنا عندي الميكسور ولا الخلاط الكهربائي مكرفد لياش الكميه كامله نتاع زوج لتر. فكما شفتوا معايا باش كيتطحن داك العصير مزيان مع داك السكر سنيده. كما شفتوا معايا النصف وضعته في الخلاط الكهربائي والنصف غادي نخليه جانبا حتى كنطحن ونزيد ليه
بالنسبه هنا السكر انا وضعت السكر تقريبا هنايا واحد 5 ديال المعالق كبار. دائما انا السكر ما تعجبنيش يكون يعني العصير عفوا ما كيعجبنيش يكون حلو بزاف. وانتوما ما تتبعونيش في السكر سنيده، ديروا على حسب. انتوما الا درت هاد 5 د المعالق يعني ديال السكر سنيده ربما نتوما ما يعجبكمش. فالسكر دائما كنقول لكم ما تتبعونيش فيه، ديروا على حسب القياس، الحلاوه اللي كتبغيو نتوما واللي كتفضلوه نتوما في العصائر نتاوعكم. صافي هنايا انا غادي نضيف داك 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نخلط كل شيء في الخلاط الكهربائي حتى كيتجانس ليا داك العصير مع داك السكر سنيده. وغادي نولي نرجعو لداك العصير اللي خليناه ما زدنالوش السكر، باش هكا نبقاو نحركو شويه بشويه. كيجي هكا احسن وافضل من اننا نطحنو كلشي مع السكر سنيده. كيعطينا داك الميلونج منعش، كيجي العصير منعش بزاف. كما شاهدتوا معايا هنا راه من بعد ما درت ليه السكر سنيده صافي. انا نبقى نرجع لان كيبقى السكر سنيده شويه في القاع نتاع الخلاط الكهربائي. غادي نولي نبقى نرجع هكا ندير ليه شويه العصير ونبدا نخلط بهذا المغرف هادي كما شفتوا معايا هنايا. صافي هاد العصير هذا راه تيكون عندنا واجد. انا هنايا غادي نقدم معكم في الكؤوس. نتوما واحد الطريقه يعني هاد العصير انا راه من بعد كنديرو في قريعات هكا ديال بلاستيك ونحطو في المجمد وقت ما احتاجيتو. راني كنجبدو من المجمد ونضيف ليه مثلا قطعه نتاع البنان اولا خيزو كيجي غزال بزاف، ولا ممكن انكم تحضروا غير بحال هكا راه كيجي خطير ومنعش، كيجي زوين بزاف بزاف. خصوصا انه كيجي في رمضان رائع. وان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو هذا وتكونوا استفدتوا معايا. والناس اللي جداد عندي في القناه اتمنى انكم تشاركوا عندي في القناه باش توصلوا بكل جديد للقناه. وهذا هو الشكل النهائي نتاع العصير، راه كيجي رائع ومنعش بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه قديمه. مع السلامه.